طبعا الملعب يشيل 65,000 متفرج، واذا ما كفن المقاعد اعذرونا يا اهل الخليج، يعني راح نخليكم على رؤوسنا، لو نخليكم بقلوبنا. يا هلا بيكم وكل الهلا. هلا بيك. مرحبا، اليوم احنا بالمدينه الرياضيه اللي بالبصره، وتحديدا ملعب جذع النخله. طبعا اكو هواي شغلات العراقيين ما يعرفونها عن ملعب جذع النخله وعن المدينه الرياضيه اللي بالبصره، والخليج اصلا هم ما يعرفونها. طبعا ملعب جذع النخله هو ثالث افضل ملعب بالعالم يعني تخيل. ومو بس هاي، اما بالنسبه للمدينه الرياضيه اللي بالبصره اللي متواجد بيها ملعب جذع النخله، هي اكبر مدينه رياضيه بالشرق الاوسط، يعني مو بس بالخليج، بالشرق الاوسط كامل. وبالنسبه للكرم العراقي اللي شفته بعيدا عن الرياضه، لانه انا بالمشايه من اروح عند الامام الحسين عليه السلام بالأربعين، يوم الأربعين نشوف الناس تتلقانا ويا هلا بالزاير، والا تبات يمي، والا تتغدى يمي. اما البارحه شفت هذا الشيء بكورنيش البصره، شفت اهل البصره متشلبين بالخليجيين الا تباتون يمنا، ماكو فنادق، نو فنادق. يا اخي ايش قد كرماء اهل البصره، من فدوه اروح لكم.